بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكي في مطبخ فوفا. ان شاء الله النهارده انا جايه اقدم لكم طريقه عمل سندوتشات السجق. انا جايبه معايا سجق بلدي النهارده. هو بيبقى طعمه حلو جدا، هيعجبك. بس الاول ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مطبخ فوفا. طبعا السجق البلدي هو بيبقى متبهر وفيه كل التوابل بتاعته. احنا ما بنحتاجش ان احنا نضيف اي حاجه، بس لو حبينا نزود شويه بنزود اثناء ما احنا بنعمله على البوتاجاز. طبعا سندوتشات السجق دي كلنا بنحبها، كل الاطفال بتحبها. احنا بنيجي يعني بيبقى فيه يوم كده في الاسبوع مش بنطبخ فيه. بحب اعمل لهم فيه سندوتشات زي اكل بره بالظبط. ممكن اعمل كبده، همبرجر، سجق. فالنهارده ان شاء الله هعمل سندوتشات السجق. هي موفره جدا، كمان نضيف قوي، حاجه مضمونه في البيت. دلوقتي هقول لكم على المكونات. انا جبت نص كيلو سجق واخدت منه الكميه ديت، قطعتها حلقات قطع صغيره. عندي 5 فصوص توم، عندي فلفل رومي متقطع قطع صغيره، طماطمتين متقطعه الحجم دوت، عندي ملح بكمون وفلفل اسود لو انا احتجت. تمام، هي دي المكونات بتاعتي. دلوقتي انا حاطه طاسه على النار، هبتدي. دلوقتي انا حطيت معلقه زيت بس في الطاسه عندي اهيت، هبتدي انزل فيها بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم. لان السجق بيبقى فيه نسبه من الدهون، بينزل كتير بجد من الزيوت، فانتي ما تزوديش كميه الزيوت. تمام، بالشكل ده كده اهو. دلوقتي هتلاقي نسبه دهون نزلت منه. بالشكل ده هبتدي انزل بالثوم المفروم. ريحتها حلوه قوي. زي ما انت شايفه كده ابتدت الدهون تنزل منه اهو. بصي، محطتش الا معلقه صغيره زي ما انت شفتي. ريحه الثوم بجد مطلعاها، ريحتها حلوه قوي. هبتدي انزل بالفلفل الاخضر. بالشكل ده. وبالطماطم زي ما انت شايفه. هزود شويه ملح صغيرين وفلفل اسود بس كده. هبتدي اقلب فيه. هسيبها بقى شويه، حدود ربع ساعه، لحد ما القوطه مع الفلفل يدبلوا خالص والسجق يبتدي يستوي زي ما انت شايفه كده. ده شكل السجق بعد ما دخل في السوا اهو. بصي، الطماطم دبلت خالص مع الفلفل الاخضر اهي كده، يعتبر خلاص. زي ما انت شايفه طريقته سهله جدا وبسيطه بجد، طعمه حلو قوي وريحته تحفه. انا عملته قبل كده بالبصل، الفيديو موجود على القناه لو حابه ترجعي وتشوفيه، بالبصل والفلفل الالوان. دي طريقه سريعه جدا بالثوم والفلفل الاخضر والطماطم. تمام، دلوقتي بقى هبتدي اعمله سندوتشات معاكي. تابعي معايا. رجعت بعد ما خلصت السجق بالشكل دوت. دلوقتي هبتدي اعمل معاكم السندوتشات. انا عندي فينو اهوت، وعملت سلطه الطحينه جنبه برضو. دلوقتي هبتدي اهوت اهو. ريحته حلوه جدا، طعمه مش عايزه اقولك. جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا وهيعجب الولاد كمان اهو. حابه تحطي بقى سلطه الطحينه عليه بالشكل ده كده، يبقى طعمه حلو قوي. تمام، ده كده اول سندوتش. السندوتش التاني
بالشكل ده كده اهو، سريع جدا بالشكل ده كده. سلطة الطحينة بالشكل ده كده. هبتدي اكمل بقية السندوتشات وارجع لك علشان وقت الفيديو. رجعت لكم بعد ما عملت سندوتشات السجق بالشكل ده كده. عمل لي كمية السندوتشات دي. شوفي انت لو هتشتري بقى السندوتشات دي من بره هتكلفك قد ايه. عايزه اوريكم شكله من جوه مع سلطة الطحينة. طعمه بجد حلو جدا، هيعجبك قوي. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي، هتعملي احلى سندوتشات سجق بلدي زي بتاع المحلات بالظبط. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مطبخ فوفا. شكرا.